السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نعمل أكلة، بس مش عايزة أقول لك كلنا بنحبها. كوبايتين دقيق، كوباية نشا، ملح وفلفل، بهارات، فراخ، معلقة جنزبيل، ايه كمان تاني، توم باودر، بصل باودر، كل دي معالق ايه صغيرة، معلقة بابريكا. هنقلب كل ده في بعضه تمام. ودي معلقة كمان كاري. هنقلب كل ده مع بعضه كويس. تحط كمان معلقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. رشة فانيليا هتخلي الريحة حلوة قوي للأكلة اللي احنا بنعملها. نركن بقى ده على جنب، وتعالوا بقى معايا بولة تانية. هنحط نص كوباية لبن رايب أو زبادي أو لبن عادي اللي موجود، وهنحط نفس البهارات اللي حطيناها المرة اللي فاتت: ملح وفلفل، بابريكا، جنزبيل، بهارات فراخ. هحط بقى كمان مكون تاني حلو قوي: بصل باودر وتوم باودر. المكون الحلو بقى اللي انا عايزه اقول لكم عليه ده الديمجلاس، بودره الديمجلاس هي دي اللي انا بحطها دي. حطوا منها معلقه على اي لحوم، سواء فراخ سواء لحمه، بجد طعمها روعه، حلوه قوي قوي قوي. هنقلب كل ده كويس جدا مع بعض. هجيب بقى، انا جايبه كيلو ستريبس، انا راجعه من الشغل طبعا، فعايزه حاجه سريعه، وعايزة حاجة يعني أتبّلها بس ما اقعدهاش ساعة و2. يعني أنا لو عندي وقت هاقعّد، بس أنا ما عنديش وقت. بس بجد على الرغم إن أنا عملتها على طول في ساعتها، إلا إن التتبيلة بتاعتها لزقت فيها طبعًا، لإن أنا غاسلة الفراخ كويس ومنشفاها كويس جدًا من المَيّة. التتبيلة لزقت فيها حلو أوي. هاحطها بقى في الخليط الدقيق بتاعنا، وبعد كده أكون محضّرة بولة فيها مَيّة وتلج، أنزّلها في المَيّة وتلج وأرجّعها للدقيق تاني. عايزة أعملها مرة كمان ماشي، مش عايزة أعملها مرة كمان، بس أنا عن نفسي اكتفيت بمرة واحدة. أنا جربتها لكم كده مرتين، بس أنا اكتفيت بهي مرة واحدة. حلوة جدا جدا، والقرمشة بتاعتها تحفة، وطعم التتبيلة بتاعها حلو قوي، شاربة من التتبيلة على الرغم إن هي ما استنتش. أنا كل ده كان ورا بعضه. زيت غزير بقى، بس ما يكونش الزيت سخن قوي. انا عايزه الزيت على درجه حراره متوسطه، علشان مش اول ما انزل الفراخ فيه تتحرق وما تستويش. لا، انا عايزاها تستوي في نفس الوقت، تبقى مقرمشه وحلوه. تبقى الزيت تبقى درجته متوسطه، ما يكونش سخن قوي. ومش هقلب فيها غير لما يبتدي ياخد لون. ولما هطلعه زي ما انتوا شايفين كده، على شبكه او على مصفى، مش هطلع على مناديل. عمل كمية كبيرة جدًا، جدًا، وكفاية إن حاجة نضيفة وحاجة حلوة وسريعة. أنا ممكن أعملها لللانش بوكس، ممكن أعملها للنادي، ممكن أعملها أتغدى بيها جنب طبق مكرونة. حلوة أوي، كلنا بنحبها مش الولاد بس. كمان بصوا الخرفشة، بصوا عامل ازاي، بجد تحفة والله. وريحته بقى مش عايزة أقول لكم، وكمان رشة الفانيليا اللي احنا حطيناها دي هتشوفوا هتعمل معاكم ايه. بجد مخليها الريحة في حتة تانية. هنا بقى نعمل شوية صوص صغيرين كده: معلقتين، معلقتين مايونيز كبار، ومعاهم معلقتين كاتشب كبار كمان، ومعاهم معلقة آه، مستردة. ما تزودوش المستردة عشان الطعم ما يبقاش داعي قوي معاكم. هنقلبهم كويس مع بعض. دول بقى ممكن نحطهم في الساندوتش معانا، لو احنا هنعملهم ساندوتشات ونحط عليهم الستريبس، او لو احنا هناكله كده مع مكرونة ولا حاجة نغمس فيهم الستريبس بتاعنا. بصوا بقى الكيلو اداني كمية قد ايه. بجد انتوا لو وزنتوهم هتلاقيهم 2 كيلو مثلا من اللي انتوا بتشتروهم من بره، مع الفرق طبعا ان انتوا دي حاجة نظيفة وحاجة انتوا اللي عاملينها لاولادكم بايديكم. بجد اعملوه حلو قوي وسريع قوي.